السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد من حكاوي في أمريكا، والنهاردة هنروح الوان دولار ستور، نتفرج فيه على الأسعار ونشوف الحاجات. دوت اسمه دولار تري، كان زمان اسمه 99 سنتس. معرفش ايه اللي حصل ل 99 سنتس، اختفت وبقى في ال 1 دولار ستور. يعني بقى أكتريتها ال 1 دولار، أكتريتها سوري الدولار تري. ال1 دولار ال 90 سنت اختفت. لا. طيب نبتدي ندخل. بصوا، هو المحل ما بيبقاش كبير قوي، بيبقى حوالي 2 4 6 8 حوالي 12 14 ايل، اللي هو 14 يعني ايل، حارة كده فيها ممر يعني. بس بيبقى فيه حاجات كويسة جدا، يعني اللي هي تنفع للبيت وانت مش عايز، او ست البيت مش عايزة تدفع فيها فلوس كتير، فبيبقى بالنسبة لها دوات مناسب جدا. طب هنا الحاجات بقى بتاعت الهالوين والبلاستيكات والهدايا والقصص، اللي هي الحاجات دي اللي بتأدي الغرض ومش عايزين ندفع فيها فلوس كتير. شوية لعب، شوية حاجات لأطفال صغيرين لو هم شطانين فيها. زمان كان كل حاجة في المحل دوت ب 99 سنتس، دلوقتي غلي. ده طلع الأول لدولار وربع، وبعد كده بقى دولار ونص، وفي حاجات بتلاتة وبأربعة دولار هنشوفها دلوقتي مع بعض. لكن كان زمان 99 سنتس. يعني مثلا نشوف الحاجات دي شوكولاتات بدولار وربع كلها، which is okay. يعني في الهالوين وفي الحاجات اللي زي كده بتبقى كويسة قوي، العيال بتفرح بيها. الكيت كات 1 دولار وربع، حلوة مش وحشة خالص، دولار وربع. يدوها للأطفال الصغيرين في الهالوين وكده يعني. فالسكشن دوت غالبا هم مخصصين اللي هو بتاع الهدايا للهالوين والحاجات ديت، لان حاطين فيه اهوت شوكولاتات وحاجات كتير اهوت. هتلاقي معظم السوبر ماركتس دلوقتي حاطه الحاجات بتاعت الهالوين والشوكولاتات والقصص ديت يعني. طيب ماشي. وكمان لو الواحد جاي مؤقت من ولاية لولاية، بيعدي في شغل او كده، عايز يجيب كوباية، عايز يجيب حاجة، طبق، الحاجات دي كويسة جدا جدا طبعا يعني، ومفيدة. حاجات الكريسماس، احنا برضو كريسماس around the corner زي ما بيقولوا، يعني خلاص قرب جدا. الحاجات دي كلها هدايا بدولار ونص، وحاجات الكريسماس I'm sorry. وبعد كده البلاستيكات برضو، يعني البلاستيكات ديت disposable كلها، فالمهم تكون ماركة معقولة، لو ما فيش منها ضرر. الواحد مش محتاج ان هو يجيب حاجة غالية منها، بيجيبها عيد الميلاد معرفش ايه وارمي. فالحاجات دي بتبقى في المحلات الكبيرة ساعات اغلى شوية، وساعات بتبقى اكبر، يعني الكوانتيتي بتاعتها اكبر وسعرها حلو برضو. لان هم المحلات الكبيرة يعني عارفين برضو القصة ديت، فمش عايزين الناس تروح للايه، للدولار تري او ال 99 سنت ستور او ال 1 دولار ستور. فبقوا عارفين الايتمز اللي الناس بتروح لها في المحلات الرخيصة، ويحاولوا ايه، خلينا عشان في ناس كتير هنا ما بيحبوش يتصوروا، فخلينا نروح للايل دوت. الكتب والكروت. طيب يعني مثلا كارت عيد ميلاد برضه كويسين جدا، بيأدي الغرض. كله بكام؟ كارت بدولار وربع. بيأدي الغرض تماما، لطيف جدا يعني. آه، الدولار تري بقى والوان دولار ستور دي بتفرق من محل لمحل. في محلات بتبقى جامدة جدا الحقيقة، وعندها كوليكشن رائع وأسعارها حلوة قوي. في محلات تانية ما بتلاقيش فيها حاجات كتير، يعني برضه ديت لعب أطفال. رايح عند حد مثلا، زيارة سريعة كده، عنده طفل صغير او كده، ونجيب له لعبة 2 دولار يفرح بيها. ده بدولار 75 سنتس. اي يعني برضو زمان ما كنتش بشوف ال 75، ال 1 دولار 75 وال 2 دولار وال 3 دولار دي ما كنتش بشوفها، كان كله 99 سنت ستور. طبعا الكلام ده كان من مدة. كاليفورنيا حلوة فيها الدولار تري وال 99 سنت ستورز. ليه بقى؟ لان هم مينا ضخم، والمينا بتاعتهم في دايركت لاين من الصين عليهم، فالنقل بيبقى ارخص من الولايات اللي جوه. يعني تعتبر احنا
من الولايات الايست كوست الناحية التانية. وجوه ما عندهاش انا مش عارف الحقيقة، بس هي اتلانتا جورجيا كبيرة يعني، ولكن مش عارف عندها مينا قوي في لاين مباشر من الصين ولا لا. ولكن انا متأكد ان كاليفورنيا طبعا وكاليفورنيا بالذات ليها لاين مباشر. وفي بالعكس تجار كتير جدا من الصين عاملين مكاتب ليهم دوت الايل اللي احنا ما دخلناش عشان كان في ناس عاملين مكاتب ليهم، بحيث اللي انت لو محتاج حاجات هم بيجيبوها لك على طول يعني. تجار صينيين عاملين مكاتب ليهم في كاليفورنيا. وفيها كوميونيتي صيني قوية جدا يعني. التشاينا تاون في كاليفورنيا رهيبة، فيها كل حاجة أكنك في الصين بالظبط. فالأسعار فيها تحفة بقى طبعا، والفرايتي كلها عالية لأن كله صيني. يعني انت لو في أمريكا في إحصائية اتعملت 99% من المنتجات اللي حواليك كلها صيني. والوان دولار ستور ده بقى طبعا يعني صيني أبا عن جد. يعني كل المنتجات اللي فيه طبعا صيني، لأن الإيد العاملة في أمريكا غالية ومحدش يقدر ينافس هنا. هو الحاجات دي غير الصين يعني. فطبعا المنظفات كلها برضو ممتازة جدا. الهاند سانيتايزرز الحاجات دي كلها موجودة هنا اهوت، فكويسة جدا برضو. الحاجات بتاعت التويلتس وتنظيف التويلتس، البيبر تاولز اللي هي بتاعت المطابخ، برضو فريمات بتاعت الصور جميلة جدا. ماشي خلاص. في ناس انا اعتقد يعني نمشي بسرعة، مفيش مشكلة، تتفرجوا برضو. excuse me. يعني دول، بس دول اغلى بقى، دول اغلى. اللي هي الباسكتات البلاستيك دي، بص مش حاطين عليها، بس غالبا هيكونوا حاطين على الباسكت نفسه، بس غالبا هتبقى يعني ممكن 3-4 دولار. ده مش 5. السكشن ده $5 اهو. الحاجات دي 5 والحاجات اللي هناك دي 3 بتاعت العربية. فالسكشن ده mostly $5. الحاجات ديت $5 اهي. حاجات كلها كويسة جدا طبعا الحقيقة. بطاطين بتاع اهي، كل ده $5. لمض $5. ماشي يعني something better than nothing. البتاعة ديت حلوة جدا يا جماعة، اللي هي بتنور بسنسر، وممكن تشغل لها ايميشن سنسور لايت اهيت، الليد اللي بتتلزق تحت الدواليب والحاجات. جامدة جدا بصراحة. الكابلات بتاعت الايفون كل ديت ايفون. وفي كابل بتاع السي تايب سي ام سوري. دواسات لا كويس يعني، حاجات كويسة. وبرضو الهدايا يعني. البتاعة دي جامدة جدا برضو، بتتحط اهيت بتاعة العربية بتاعة الدركسيون، تاكل عليها لو انت بتسافر كده عايز تريح في الطريق، فبتتعلق في الدركسيون ويتحط عليها اكل كتاب تتفرج. حلوة قوي، حلوة جدا يعني. انا معجب بيها جدا البتاعة ديت، كان عايز اجيبها، ممكن نبقى نفكر نجيبها. بوكسات اهيت خشب برضه، حاجات بتتعلق. طيب ماشي. الحاجات المنظفات بقى كلها باشكالها يعني. وديت بتاعة البيتس، كلاب وقطط، اكل الكلاب والقطط والحاجات اللي زي كده برضو. هنا بقى الشامبوهات والصابون والحاجات بتاعة الهيلث كير والوايبس، كلها حاجات مش وحشة خالص، $1.25. هنا بقى $1.25 كله. فأسعارها برضو كويسة جدا يعني. توج بقى وحاجات ومعرفش ايه. هنا بلاستيكات صغيرة بقى أصغر من اللي هناك، $1.25 و$1.50. في حاجات الصغيرة خالص $1.25، بس موستلي معظمهم $1.50 which is not bad برضو. شغال يعني في ظل الغلاء اللي في أمريكا دلوقتي. it's okay. دي برضو التكملة بتاعت الآيل دوت. حاجات بتاعت الشاور اهيت.
وفي كمان حاجات بقى شوية ادوية وبتاع معرفش ايه شغالة يعني. اهي كريمات ادفل بس ب4.5 دولار، غريبة. في حاجات ارخص من كده انا شفتها، اللي هي العبوات الاصغر دي، الادفل دوت اللي ب1.25 دولار، ده اصغر. ده اصغر. آه حاجات السنان كلها والماوث ووش والقصة دي كلها، فرش السنان، معجون بتاع الهربل دوت اللي هو بالفحم، ده كويس اوي، جربته مرة. كولجيت ده جميل جدا. طبعا في ماوث ووش تحته حاجات كويسة. هنا ديت برضو شوية ميك اب كده، لو يعني الانسات الصغيرات حابين بقى يجربوا يعملوا الحاجات ديت ممكن. طبعا انا معرفش بقى جودتها بالنسبة يعني هل الحاجات ديت الكيميكالز اللي فيها كويسة ولا لا، بس طبعا كتجربة كده معرفش ايه مرة اتس اوكي، اكتر من كده لا طبعا يجيبوا حاجات نظيفة متتجابش من هنا. طيب ماشي. في تلاجة يعني فيها شوية حاجات نبص عليها برضو التلاجة. هنا المشروبات وبرضو سويتس بقى، الممر ده كله مشروبات وسويتس، $1.25 برضو. وعيش، عندهم عيش كويس يعني. طبعا الناس اللي هي على بادجت يعني عندها مورد محدود كل شهر، فبيجيبوا حاجات من هنا كويسة بتفيدهم يعني. لما يبقى الايتم $1.50 بعد التاكسز، هو بيبقى $33 35، معلش ماشي الحال. بودنج بقى معرفش ايه، سيريال، القصص دي كلها، توابل. مش عايز اطول عليكم الفيديو كتير، فخليني امشي بقى في اخر كام ايل كده. الحاجات بتاعه المطبخ بقى، الالومنيوم والفويل والبتاع والقصص دي. وهنا برضو بيبر تاولز تاني، كل انواع التيشوز اهي. وفي الحاجات اللي بتنظف، الاسبونجات والحاجات اللي زي كده. ماشي، ديت كانت جولتنا النهارده في دولار تري او $99 99 سنت ستور او $1 ستور. كان معاكم محمد من حكاوي في امريكا، ونتمنى لكم كل خير ان شاء الله. يا جماعه ما تنسوش سبسكرايب واللايك علشان يوصلكم كل جديد من القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.